عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في أكلة ماما. هنعمل مع بعض النهاردة اللازانيا، طريقة سهلة جدا وبسيطة وطعمها يبقى أحلى من المطاعم إن شاء الله. طريقة سهلة وبسيطة ومفيهاش أي عقد خالص. معايا بقى عشان أجهز صينية اللازانيا الخطيرة دي، معايا طاسة كده حطيت فيها زيت وعلى النار هضيف عليها البصل المفروم، وضفت بعد ما تشوح حاجة بسيطة حطيت اللحمة المفرومة، حطيت عليها معلقتين من الصلصة، وحطيت التوابل بتاعتي حبهان ورق لورا، وحطيت ملح وفلفل اسود وبهارات لحمة وجوز الطيب. ده بقى شكلها كده النهائي. طبعا الملح، لحمة اللازانيا ممكن تضيفي عليها مية علشان الصوص بتاع اللازانيا بيكون سايل شوية، مش زي المكرونة البشاميل، هي بتحب الصوص بتاعها يكون فيه مية شوية، فانا ضفت ربع كوباية من المية. دلوقتي بقى جه دور البشاميل بتاعي، هنعمله بقى بالطريقة اللي احنا عارفينها العادية خالص. معايا زبدة وسمنة، معايا زبدة وزيت، معايا سمنة وزيت، براحتنا خالص. اهم حاجة ان كمية الدهون هي نفس كمية الدقيق. يعني لو هستخدم مثلا 4 معالق دقيق، فانا استخدمت قصادهم 4 معالق من الزبدة او السمنة. تمام كده بقى. بيكون البشاميل بتاعي مظبوط. هنا بقى المية علشان اسلق اللازانيا وسلقت شرايح اللازانيا بتاعتي في مية وملح وزيت زي المكرونة بالظبط. والتركاية بقى علشان اللازانيا ما تلزقش في بعضها، ان انا كده هعملهم على صينية، فردهم على صينية وادي كل واحدة كده فرشة زيت، بحيث ان هما ما يلزقوش في بعض وما يعجنوش، واقدر افرد اكتر من طبقة على الصينية. بعد بقى ما البشاميل بتاعنا بالطريقة اللي احنا عارفينها، ضفنا طبعا اللبن على الدقيق، وممكن تضيفي بصلة متقطعة كده 4 أجزاء بتدي طعم حلو البشاميل، جوز الطيب طبعا، ملح وفلفل اسود. وهنا بقى فردت كده شوية من البشاميل، وبعدين طبقة من اللازانيا، وبعدين بشاميل تاني، وبعدين لحمة مفرومة، اللحمة اللي احنا عصجناها. طبعا طلعنا منها الحبهان، اهم حاجة لو احنا حاطين الحبهان حب مش مطحون. وبعد اللحمة بقى ضفت كده رشة من المكرون الجبنة الموتزاريلا، علشان كده تديني مطة وتديني طعم كده حلو. ونفس بقى الطريقة، يعني نفس الطبقات اللي احنا عملناها نبتدي تاني ان احنا نعملها. احط برضو بشاميل، احط لازانيا، احط بشاميل تاني، احط لحمة، احط جبنة كده، ونفضل نعمل الطبقات بتاعتنا لحد ما نوصل بقى لاخر طبقة، وهي طبقة اللازانيا وفوقيها البشاميل. اهم حاجة في صينية اللازانيا ان انا عاوزاها تكون مليانة، يعني مش عايزة صينية اللازانيا تكون قليلة، عايزة كده البشاميل يبقى على اخر الصينية. هنعيد بقى الخطوات اللي احنا عملناها كده تاني، وهكذا بقى لحد ما نخلص الكمية بتاعتنا كلها. هنا بعد ما الصينية بتاعتنا خلصت بقى كده، واخر طبقة فيها كانت البشاميل، وحطيت رشة كده من الموتزاريلا عليها، ودخلتها الفرن بقى على حرارة بقى 180 كده، رف اوسط. وده شكلها النهائي بعد ما خرجت. متنسوناش بالاشتراك واللايك لو عجبتكم الوصفة، واستنونا في وصفات كتيرة من أكلة ماما. بحبكم، سلام.